السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الصراحه هاد الوصفه هادي كتجي رائعه، شخصيا كنحماق عليها. لي كريب معمرين بالدجاج ولا صوص بلونش. تبعوا معايا الطريقه، نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نصاوبوا لي كريب. انايا درت 2 بيضات موين وقبيصه الملحه ومعلقه ديال السكر سنيده، وزدت عليهم ساشيت الفاني. بالنسبه للمقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. صافي، وغادي نطحن كل شيء في الخلاط الكهربائي. وهنايا غادي نزيد نصف لتر ديال الحليب. صافي، وغادي نطحن كل شيء، وانا كنطحن وانا كنزيد في الدقيق. بالنسبه للنصف لتر ديال الحليب كيساوي 250 غرام ديال الدقيق. وغادي ناخذ واحد الاناء غادي نكب فيه الخليط ديالي. بالنسبه للقوام ديال لي كريب كيكون بحال هكا. الخليط كيخصو يكون خفيف، ماشي ثقيل بزاف وماشي عاوتاني خفيف بزاف. بالنسبه لي كريب راه كيبانوا ساهلين، ولكن راه كاين اللي ما كيعرفش يصايبهم، كاين اللي ما كيصدقش ليه، كاين اللي ما كتكونش عندهم مقله مزيانه. يعني من الاحسن يكونوا دوك المقالي اللي ما كيلصقوش. ودابا غادي ندوز نصايب معكم الحشوه اللي غادي ندير في لي كريب. غادي ناخذ بصله موين، غادي نقطعها طريفات صغار، يعني غادي نشلضها. هذيك البصله غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت، وغادي نديرها تشحر على عافيه مهيله. ضروري خاصنا نبقاو نحركو باش ما تحرقش لينا. ومن مور ما تشحرات غادي نزيد عليها الدجاج اللي قطعته طريفات صغار. غادي نضيف ليهم الزيت، شويه الملحه، سكينجبير، خرقوم، البصله بودغ والثومه بودغ. صافي، وغادي نحط الدجاج ديالي يتشحر مزيان. هنايا من مور ما طاب زدت عليه لا كريم فريش. تقدروا نتوما تصاوبوا لاصوص بيشاميل في الدار وتزيدوها. وهنايا غادي نخليها طيب شويه غير على ما تقال باش ما تبقاش خفيفه، وغادي نطفي عليها غير واحد 2 دقائق ولا 3. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا ها هما لي كريب ديالي واجدين. صراحه كيجيو خفاف، راه ماشي ثقال. وغادي ناخذ وحده غادي نعمرها معكم بالحشوه اللي صايب. وغادي نطويهم بهذه الطريقه هذه. صافي، وغادي نبقى مكمله بنفس الطريقه. كل وحده غادي ناخذها غادي نعمرها وغادي نطويها بنفس الشكل. هنايا غندوز ناخذ المول ديالي. انا خديت هذا مستطيل، تقدروا ديروا اي مول بغيتو، مربع ولا مستطيل، وغادي نستفهم. ودابا غادي ندير من فوقهم شويه ديال الفرomاج. تقدروا ديروا اي فرomاج نتوما كيعجبكم، اولا تقدروا ما ديروش نهائيا. صراحه هاد الاكله رائعه، كتصلح للغداء اولا كتصلح للعشاء. كيكون فيه هذوك 2 نكهات ديال لي كريب حلوين مع الدجاج مالح، كيعطيو واحد النكهه رائعه. جربوها وغادي تعجبكم. ودابا غادي ندخلها للفران يكون شاعل غير من الفوق، غير على ما تحمر ونطفي عليها. صافي، هنايا كتكون واجده، خرجتها من الفران. نتمنى انكم تجربوها، وملي تجربوها خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. هنايا خديت هاد الوحده هذه باش نحلها معكم وتشوفوها كي كتجي من الداخل. هنايا بغيت نحلها ساعه باقا سخونه وهي تحرقني في يدي. صراحه راه فيها واحد البنه راه رائعه. ونتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. خليتكم على خير.